السلام عليكم، كنتمنى انكم تكونوا بخير على خير. في هذا الفيديو بغيت نشارك معكم كيفاش دازوا الاجواء ديال كاس افريقيا هنايا في كندا، ولا اي حدث كيختص يعني كيهم بالمغرب، كيفاش حنا كنحتفلوا به ولا كيفاش كنستقبلوا حنايا كمغاربه كاينين هنايا في كندا. وبحكم انني ساكنه في واحد المدينه ما فيهاش بزاف المغاربه، يعني تقريبا غير 21 30 عائله، قررنا كاملين اننا نتجمعوا في شي قهوه ولا شي بلاصه نتجمعوا فيها كاملين ونتفرجوا مجموعين كعائله، يعني كل واحد غيجيب عائلته ونتفرجوا كاملين. واحد السيده اختارت هذا الكافي، هذا كافي ريستو. مشينا في الوقيته ديال البيفي ديال الفطور. بالنسبه لدخول الناس الكبار كان 17 دولار، والدراري قل من 10 سنين كان 11 دولار. وانا ما كناكلش الاكل الشرقي، ولكن مشيت غير باش نعيش هذاك اللومبيونس انا كيعجبني، كنحس بحال الاجواء راني كاينه في المغرب. المهم انا كيعجبني هاد الاجواء. وبحكم انني ذقت بزاف ديال الاكل ديال العالم تقريبا، انا كنقول لكم ما كاينش بحال الاكل المغربي، وانا كناكل غير الاكل المغربي من هذا المنبر. اللي بغى يعرض عليا شي واحد يدير لي غير الاكل المغربي. الحاجه الاخرى اللي صدمتني فيها، لقيت راسي انا من الاولين اللي جايين هاد القهوه. يبدا الماتش، وداك السناكس اللي كنت جبت معايا ساليته وجاني واحد الجوع. بديت كنضرب واحد الدوره تما ونلقى واحد السيده مغربيه، يعني من داك العائلات اللي جاو حاضرين حتى هما جابت معاها الحلوه المغربيه ريشبونت وهذا الفقاس. المهم هو اللي دوزت به الماتش. بغيت نقول لك بهذا المنبر، المهم شكرا انا بالحلوه ديالك باش دوزت بها الماتش. وانا الحاكم فاش قال غادي يمشي يشوف الفار حيت تقدر تكون بيلانتي، كلشي كان فرحان في القهوه من غير واحد الطابله اللي كانت سينيغاليه. المهم كانوا كاعيين. وبالنسبه للماتش كان نقولوا في 6 ديال التلفازات، 4 في هذه القاعه. هذه القاعه كانت مخلطه، والقاعه الاخرى فيها غير 2 تلفازات كان فيها غير الدراري الصغار مع الامهات ديالهم. وهنا يسال الماتش هذاك الطبله ديال السينيغاليين هما اللي بداو كيلبسوا حوايجهم باش يخرجوا. ما عرفتش واش كانوا خايفين ولا الله اعلم، ما عارفينش. حنا المغاربه سيرتو هنا اللي كاينين في كندا واحد المسالمين، ما كان عادي حتى شي واحد. المهم على برا راه كان واحد البرد واحد الكز. نوريكم شويه المناظر هنا كيفاش كاينين. ومن بعد دابا غادي نمشي نشوف مي بو بارون، شحال هادي ما كنت شفتهم، ولكن اول حاجه غادي نمشي للدار. المهم نبدل عليا حوايج ونهز الكادو اللي كان عندي شحال هادي باش ندير ما بين الماء، حيت انا متاكده غنلقاها موجوده ليا حتى هي لي كادو. وهنايا كنتسنى في اوبر بي ما يجي. وكيف ديما غير كنسلم عليهم كانجلس، كتجيب لي لي كادو ديالي اللي مخبيهم ليا شحال هادي تقريبا ما شفتهاش واحد 3 شهور. وكان ديما كتشري شي حاجه وتخبيها ليا. الساك الاحمر عامر بالبيجامات والبينوارات سخانين، كتقولي باش ما يجيك البرد هنايا في كندا. اما بهاد الساشي البيض كانت ما بيسور مشات للانجليز وفي ديسمبر واحد الاسبوع. المهم جابت لي مع دي سوفينير غنحل معكم في الاخر ديال الفيديو. وتعشينا ودابا جدينا اوبر باش نمشيو للمدينه ديالي. بالنسبه كانت الثلج بزاف، ودرجه الحراره كانت تقريبا واحد 12 ناقص 12 درجه الحراره. بالنسبه لكندا ماشي بارد الحال بزاف، ولكن بالنسبه للمغرب عارفه غيجيكم البرد، ولكن بالنسبه لهنايا شويه الجو عادي. ودابا غادي نحل معكم لي كادو اللي جابت ليا ما بيسور من الانجليز. بغيت نقول لها شكرا من هذا المنبر، وبغيت نقول شكرا حتى لما بيل من هذا المنبر. ديما كتخلي ليا حتى هي لي كادو، ديما كتشريهم كتحتفظ بهم حتى كنجي نشوفها. وواحد الحاجه اخرى، فيما كنوصل للدار كنقلب الصاك ديالي كنلقى فيه جبه ديال الفلوس. من كنصوني عليها كتقول لي انا عارفه عندك الفلوس وكنبغي نزيدك الفلوس باش ربي يعطيك بزاف ديال الفلوس. المهم الله يخليها ليا ولا يعطيكم شي وحده بحالها. وهنا وصلنا للاخر ديال الفيديو. بغيت نقول لكم شكرا لو وصلتوا حتى لهنايا، وخلي لي شي جيم شي كومونتير، ونتلاقاو في فيديو جديد. باي باي.